بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدنيا هي سر سعادتنا، وانغماسنا في الدنيا هو الوسيلة لإعدادنا للجنة، لأن الدنيا هي المكان اللي بنطبق فيه المنهج الرباني اللي ربنا خلقه علشان نمشي عليه. والدنيا هي مكان العرض على الفتن وتنقية النفس من الشوائب، الشهوانية اللي متعلقة بالنفس. فربنا قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وزكاها يعني طهرها من المعاصي والذنوب. وموضوعنا النهاردة هو من أصل أسباب وجود الإنسان على الأرض، وهو السبب اللي الله سبحانه وتعالى خلقنا عشانه في الأرض، وهو إعمار الأرض. وإعمار الأرض عمره ما بيجي أبدا غير بإتقان العمل. وقال الله بسم الله الرحمن الرحيم: ولولا دفع الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض. فكرة تكامل الأدوار في المجتمعات، وخصوصا التكامل المهني، إن كل بلد يكون فيها كل واحد بيأدي دوره على أكمل وجه، وإن كل مؤدي لكل مهنة لازم يكون عارف إن هو في احتياج للمهن الأخرى، لأنها عبارة عن سلسلة ما ينفعش يكون فيها حلقة ناقصة. فلو نقصت حلقة من السلسلة، المجتمع لازم هينهار. فكل مهنة دايما بتكون في احتياج الأخرى، مهما كانت المهنة دي صغيرة أو إن هي ملهاش دور قوي، لكن ليها أهمية قصوى. فعمل النظافة مفيش حد يقدر يستغنى عنه مع بساطة مهنته، والعمال البسطاء زي النجار أو السباك أو المبلط، كل واحد ليه دوره في المجتمع. وإتقان كل واحد لمهنته هو من عوامل نجاح وتطور أي مجتمع. وعندنا أكبر مثال في العالم على إتقان العمل والتطور والانضباط هو المثال الصيني. لأنهم فعلا طبقوا الانضباط والالتزام، وعندهم فكرة التفاني في العمل بشكل رائع جدا، وهي دي من أكبر عوامل قوة الصين. الصينيين عايشين وكأنهم سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل فليتقنه. الصينيين واخدين الحديث دون كأسلوب حياة وكمنهج يمشوا عليه في حياتهم، برغم ان معظمهم ما يعرفش ربنا اصلا ولا يعرف الدين الاسلامي. والامر باتقان العمل جه مباشر من الله سبحانه وتعالى لينا كمسلمين. فقال الله بسم الله الرحمن الرحيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وهو امر بالاخلاص في العمل واتقانه، سواء كان عبادة او عمل مهني او عمل دنيوي او عمل اخروي. لان كل اعمالنا يوم القيامة هتعرض على الله سبحانه وتعالى وعلى النبي وعلى المؤمنين. فلازم كل واحد فينا يحضر للي هيتعرض قدام الناس. هل يا ترى اللي هيتعرض قدام الناس ده يوم القيامة وقدام ربنا وقدام النبي، هل هيكون حاجة تشرفني ولا لأ؟ هل هتكون حاجة مخلية النبي فرحان بيا يوم القيامة او لأ؟ ولكن للأسف معظمنا مش مدرك قيمة اتقان العمل، وبنعمل حاجات في شغلنا للأسف بتخلي جزء من رواتبنا حرام آخر الشهر، وده معنى خطير جدا، ومعظمنا بيتجاهلوه، ومعظمنا مش واخد باله منه أصلا. وهناخد مثال، يعني لو قلنا مثلا ان في موظف شغال في شركة، والموظف ده مثلا كان مواعيد شغله 8 ساعات كل يوم، وعنده مهام في شغله بيعمل 1 و2 3. وصاحبنا الموظف ده هو بياخد مرتب اخر الشهر عن عدد ساعات عمله دي، وعن المهام المكلف بيها في كل يوم. فلو جينا قسمنا وحولنا كل حاجة لوقت وترجمنا الوقت ده لفلوس، هنقدر نوصل معنا. يعني صاحبنا مثلا لو بياخد 900 جنيه في الشهر مثلا، يعني يوم واحد ب 30 جنيه، يعني هنقول مثلا الساعة في 5 جنيه، وهنفضل ننزل مع بعض كده لحد ما نوصل للثانية. فكل ثانية بيضيعها على حاجة غير مكلف بيها في شغله، او حاجة خارجة عن نطاق شغله، او وكل ساعة بيعمل فيها حاجة غير مهامه في شغله، فدي بيكون فلوسها حرام للأسف. وطبعا كلنا عارفين ان
ان الحرام حتى لو يعني جنيه وسط مليون جنيه بيضيع بركة كل الحلال. لكن المشكلة هنا هوت ان الشماعة اللي دايما كلنا بيعلق عليها اخطائه، معظم الناس تقول اصلي ما اعرفش. لكن السؤال المهم هنا، هل كلمة ما اعرفش دي كافية لان الواحد مش هيسأل عنها يوم القيامة، ولا الواحد هيتحاسب اصلا على تقصيره في ان هو ما دورش وبحث وعرف فين الحق؟ وفي قاعدة بتقول ان متى وعيت صرت مكلفا. فيا اللي مش عارف، اديك عرفت دلوقتي، وهتقول ايه لربنا يوم القيامة؟ وهقول للي بيقول ان النقطة دي نقطة تشدد جدا وملهاش يعني، ممكن ان احنا نتسامح فيها شوية ومنحبكهاش قوي كده هون، لكن للأسف هو معظم الناس يحسبونه هين وهو عند الله عظيم. وعن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. وكلمة أثبته يعني أحكم عليه، عمله بضمير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في إتقان العمل حتى ولو كان شيء لا يكاد يذكر، لأن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالإتقان واجب في كل شيء، وهو من صور الإخلاص في الإيمان، وهو من صور الإخلاص في الإيمان بالله عز وجل، وهو دليل من دلائل صدق الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.